حاسة إن إحنا محتاجين نتكلم أكتر عن مشاعر الترك، يعني إيه؟ يعني لمّا أمشي من مكان أو اتربيت في مكان أو اشتغلت في مكان أو زُرت مكان وجيت أمشي، كل المشاعر والأحاسيس اللي الواحد بيحس بيها، لإن حاسة إن إحنا ما بنتكلمش عن الموضوع ده كفاية. أنا في مكان جديد، النهارده آخر يوم ليّا في أسبانيا، حزينة جدًا، جدًا. أنا النهارده في سيفيل أو سيفيا أو إشبيلية زي ما كان بيتقال عليها وقت لمّا العرب كانوا هنا. أو وقت لمّا المسلمين كانوا هنا، عشان في ناس بتتضايق أوي لمّا قُلت العرب كانوا في الأندلس. أنا في الأوتيل وبُكرة هاخد الطيارة وأطلع على الإمارات. المهم إن النهارده هنبقى بس في سيفيل أو سيفيا، وهاخدكم معايا بقى طول اليوم، وإحنا بقى بنتمشى في المدينة ونشوف هنعمل فيها إيه في يوم واحد. هنتكلم عن كل المشاعر والأحاسيس اللي بتيجي مع الترك، أو إن أنا أسيب مكان، أو leaving a place that I liked or even I didn't like. ف يلا بينا، يلا بينا. طيب أول مكان هنروحه اسمه تورو ديل أورو، يعني تاور اوف جولد أو برج الذهب، وده كان اتعمل في القرن ال 12 عشان يبقى جزء من كنت هتخبط بالعجلة دلوقتي عشان يبقى جزء من الدفاع بتاع إشبيلية، وهو بتاع ربع ساعة مشي من السنتر. احنا هنمشي، وانا بحب الصراحة المدن اللي هي فيها مشي كتير لان بتسهل عليا الحياة. بتاخد بقى ال10,000 خطوة بتوعك كل يوم، والموضوع ده مش موجود قوي في مصر، او مش موجود قوي في مدن في مصر، ومش موجود طبعا في دبي. فيلا بينا. مش عارفة، أعتقد المايك كده شغال. طيب الساعة دلوقتي 5 المغرب، لسه الشمس طالعة لأن الشمس هنا بتفضل موجودة لحد 9-10 بالليل، ولسه ما شفتش معالم المدينة قوي، بس بتمشى شوية كده، وبحب اخد وقتي في ان انا اشوف البلد. يعني انا وانا اصغر اما كنت بسافر كنت ببقى عايز اشوف على قد ما اقدر في يوم واحد، وافضل بقى اتنطط من مدينة لمدينة، يعني مثلا يبقى اسبوع اقعد اتنطط في الاسبوع ده مثلا 3-4 مدن عشان اشوف كل حاجة. دلوقتي وبعد سفر كتير حاسه ان انا عايزه افضل في المكان شويه، واخد وقتي واحس بالمكان واحس بروح المكان، اشوف انا يعني عاجبني ولا لا، وابقى عارفه ان انا لو في مكان عجبني انا هرجع له تاني. انا مش لازم اروح المكان مره واحده. يعني دي تقريبا سادس او سابع مره ليا في اسبانيا، لان انا بجد بحب اسبانيا، ومش لازم دايما ابقى بجري وبتنطط عشان اشوف الحاجه، لان انا ما بقتش حاسه بانبساط وانا بجري. انا عايزه حياه ابطا زي ما كنت بقول في فيديو قبل كده. فالحياه ابطا دي معناها ان انا اخد وقتي في كل حاجه. حتى وانا بشوف معالم بلد انا اول مره اروح، مش لازم اشوف كل حاجه في نفس اليوم وكل حاجه في نفس الرحله. عادي اشوف 3-4 حاجات، ولما اجي تاني ابقى اشوف الباقي. اتس اوكي. يعني احساس الفومو ده ما بقاش عندي قوي. المره الجايه نبقى نشوفها او المره اللي بعدها. انا تقريبا 7 مرة في اسبانيا ولحد دلوقتي مشوفتش فلامينكو شو. كل مره اقول المره الجايه بقى، المره الجايه. فممكن النهارده اروح فلامينكو شو، ليه لا؟ يلا نكمل رحلتنا. طيب انا وصلت البرج ورايا، فيلا نشوف هنعرف نطلعه ولا لا. نتكلم بقى شويه واحنا فوق. اوكي، طالعين دلوقتي على السلم عشان نشوف في ايه بقى هنا، ايه اللي بيحصل. طالعين بقى السلم دي كلها لحد فوق. وصلت، انا وصلت. انا خايفه شويه بصراحه. خايفه اعمل حاجه غلط اقوم جايه واقعه.
وانا صغيره كنت بقعد اتفرج على التلفزيون كل ليله راس السنه على الفاير ووركس اللي بتحصل على برج خليفه في دبي، وانا في المدرسه يعني في اعدادي وبعدين في ثانوي. وكنت بقعد اقول ان انا عايزه اعيش هناك في يوم من الايام، انا عايزه اروح اشوف الفاير ووركس بتاعت برج خليفه بنفسي من دبي. لحد ما بقى عندي 25 سنه وكنت اول مره اروح دبي، كانت وقت النيو يير وكنت رايحه مع شغل بغطي ايفنت لتيك توك، وبعد كده اشتغلت مع تيك توك. بس المهم ان دي كانت اول مره اروح فيها دبي بعد كل السنين دي اللي كنت بقعد اتخيل فيها نفسي في دبي. ولما رحت اول مره حسيت ان انا لازم اعيش هنا. بعدها بسنه فعلا جالي شغل ونقلت دبي، دلوقتي داخله على 5 سنين. والسنه اللي فاتت كنت اول مره ازور اسبانيا، واول ما نزلت اسبانيا حسيت ان انا عايزه اعيش هنا، نفس الاحساس اللي جالي لما رحت دبي اول مره، اللي هو انا عايزه ابقى هنا. والصيف ده انا فعلا قدرت ان انا اقعد في اسبانيا شهرين، وحسيت ان انا ده بيتي المستقبلي. وده مش معناه ان انا ما باجي امشي من مكان، يعني وانا جايه امشي من مصر بجد كميه الحزن والفقد وكسره القلب اللي انا كنت فيها ما كانتش طبيعيه. وده ما كانش معناه ان انا مش مبسوطه ان انا رايحه دبي، انا مبسوطه ان انا رايحه دبي، بس ان انا اودع مكان انا عشت فيه كتير دي حاجه مؤلمه جدا. حتى لو المكان ده ما كانش احسن مكان في العالم، وحتى لو المكان ده كان فيه نوع من انواع الاذيه، لما باجي امشي من شغل او امشي من بلد بجد بحس بحزن رهيب. حتى لو انا رايحه بلد مثلا 3 4 ايام واقابل ناس واحس ان انا في كونكشن مع الناس دي، او احس ان انا في تواصل مع الناس دي، او انا حابه الناس دي، او الناس دي ممكن تبقى اصحابي، واجي امشي بحس بحزن كبير قوي. حاسه ان ده بيخليني دلوقتي اقدر الكونكشنز اللي انا بقابلها والكونكشنز اللي انا بعملها مع الناس. انا فعلا لما بحس ان انا في كونكشن مع بني ادم انا بقدر الموضوع ده جدا جدا. طيب احنا دلوقتي هننزل وبعدين نكمل كلام في المكان الجاي. طيب دلوقتي انا قررت ان انا هروح مكان اسمه بلازا دي اسبانيا، او اللي هو البلازا يعني بلازا سكوير، ميدان اسبانيا. ونقعد هناك شويه وبعدين نشوف هنعمل ايه. مش عارفه ليه المكان ده بيفكرني بالزمالك او المعادي. حاسه ان انا ماشيه على النيل. ايه ده؟ الساعة دلوقتي 7 وأنا أخيرا وصلت بلازا دي إسبانيا. أخدت وقتي الصراحة، اتمشيت، قعدت، شربت، أكلت. وبصراحة البلد جميلة قوي، البلد أجمل بكتير مما كنت أتخيل. يعني انتوا شايفين الجمال ومليانة شجر. أنا شفت كمية أشجار في الكام ساعة اللي أنا كنت بمشي فيها دول كتير قوي. في حاجة مهمة عايزة أكلمكم فيها. مش عارفة أحط النضارة. نقعد بقى نتكلم بقى، نقعد نتكلم. مش عارفه في ناس بتغني هناك، مش عارفه انتوا سامعينهم ولا لا، بس اتمنى يكون صوتهم مش باين قوي في المايك، يكون كده باين من بعيد كانه باك جراوند ميوزك. المهم في حاجه مهمه قوي كنت عايزه اتكلم فيها. انا دايما عايزه اتكلم في حاجات مهمه عشان انا بحب اتكلم. في تعليق بيجي لي كتير، والتعليق ده شويه بيدل على ضيق الافق. يعني
التعليق ده هو انت طالما بتحبي مصر قوي كده سبتي مصر ليه؟ انا بحب مصر جدا، والناس اللي متابعيني عارفه انا قد ايه بحب مصر. بحب مصر لدرجه ان انا بتعلم اللغه المصريه القديمه بتاعتنا، اوكي؟ فما حدش خالص ينفع يجي زايد عليا في حبي لبلدي. انا ليه سبت مصر؟ عشان جات لي فرصه كويسه، كنت عايزه اجرب العيشه في دوله تانية، كنت عايزه اجرب اسلوب حياه مختلف. وده مش معناه خالص ان انا ما كنتش بحب مصر، وده مش معناه خالص ان انا كنت مبسوطه وانا سايبه مصر. بالعكس يعني انا كنت زعلانه جدا وقلبي كان مكسور جدا، ولكن التغيير جزء مهم من الحياه. انا مبسوطه ان انا في حياتي وانا في سن 31 قدرت اخوض تجارب مختلفه كتير في دول مختلفه. لما اجي اسيب دبي كمان والجزء من حياتي ده يتقفل، ده مش معناه ان انا ما بحبش دبي وان انا كارهه دبي، لا انا حابه دبي وساعدتني، وهيجي الوقت ان انا لازم اموف اون ولازم اروح اشوف الجزء الثاني من حياتي او الشابتر الجديد. في ناس بتفضل طول حياتها في نفس المكان، ودي برضو مش حاجه غلط. لو انت مرتاح وعايز تفضل في نفس المكان اللي انت اتولدت فيه تمام، طالما انت مبسوط. مفيش صح ومفيش غلط، دي كلها تجارب انسانيه مختلفه، وكل واحد ياخد التجربه اللي هو عايز ياخدها. مفيش لازم ومفيش صح او غلط فيها. لو عايز تفضل في نفس المكان افضل في نفس المكان، عايز تجرب بلاد مختلفه جرب بلاد مختلفه. انا اعرف ناس عاشوا مش في بلدين بقى، عاشوا في 5 6 7 بلاد، والناس دي مثلا تبقى مولوده ما اعرفش، يبقى مولود في اوروبا مثلا في دوله اوروبيه، يعيش في 3 4 دول اوروبيه تانية، وبعدين يروح يعيش في اسيا، وبعدين يروح يعيش في امريكا، وبعدين يروح يعيش في استراليا. فعادي، دي حاجه ما تعيبش البني ادم وما تقللش منه، ما تدلش ان هو ما بيحبش بلده. بالعكس انا بحب بلدي ودايما برجع لها، وكل مره ببقى في اجازه في مصر ما ببقاش عايزه امشي، وما ببقى في اسبانيا ما ببقاش عايزه امشي، وفي بلاد كتير بروحها ما ببقاش عايزه امشي. ولكن ان احنا نمشي من الاماكن ونودعها، حاسه ان ده جزء من الحياه، وجزء صعب ان انت تودع ناس انت بتحبها او تودع الاماكن اللي انت كنت مبسوط فيها او ليك فيها ذكريات. حاسه ان ده جزء صعب من الحياه وجزء صعب من التجربه الانسانيه. وانا عامه عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله عن التجربه الانسانيه، بس هقوله في فيديو تاني بقى نقعد نتكلم فيه مع بعض. فعادي يا جماعه ان انت تحب بلدك وتروح بلد تانية. مش معنى ان انت ما بتحبش، مش معنى انت رحت بلد تانية ان انت ما بتحبش اصلك يعني. وانا عمري ما انسى اصلي، ولا عمري انسى انا جايه منين. انا عمري ما بقول انا من حته انا مش منها. انا من بلد صغيره في مصر اسمها طنطا اللي مش عارف يعني، وعشت كذا سنه من عمري في الصعيد، ودخلت جامعه القاهره. وانا يعني مش جايه من، مش جايه، ما اتولدتش في بقي معلقه دهب زي ما بيقولوا، عادي. ف فانا بحب الاصل قوي، بحب احافظ على اصلي قوي، بحب اتكلم عن اصلي، وعمري ما بستعر منه، وعمري ما ببقى مكسوفه وانا بتكلم عنه. لان بقابل ناس الناس بقى اللي بتهاجر كندا وبتهاجر امريكا وياخدوا الباسبور، وبعدين تيجي تقول له انت منين، يقول لك انا كندي، وهو اسمه احمد. يعني انا عارفه ان انت مش كندي انا عارفه ان انت مصري، انت شكلك مصري. فانا حتى لما اقرر مثلا انقل، في شويه بط ماشيين ورا بعض، اوكي لا لازم تشوفوهم شايفين صف البط اللي ماشي ده؟ مش عارفه طالع ولا لا، كيوت قوي. انا لما اقرر في يوم ان انا اروح مثلا اوروبا واعيش في اوروبا وسنين كتيره عشان اخد جنسيه، ده مش معناه ان انا يعني لو خدت مثلا الباسبور الاسباني ده مش معناه ان انا اسبانيه. انا على ورق اسبانيه ماشي اوكي، لكن انا دمي مصري، مولوده في مصر، ده مش هيغير من اصلي حاجه مش هيعوج لساني. فخوره جدا باصلي وبحب جدا انا جايه منين. وبجد انا كل ما اقول لحد ان انا من مصر الناس بتنبهر، واو كيجواي ايه ده. وانا بحب ده وبحب اتكلم عن مصر، انتوا مش فاهمين يعني انا مش بس اللي انتوا بتشوفوه اونلاين والفيديوهات ويلا نتكلم لغه مصريه قديمه، لا انا كده في الحقيقه كمان. يعني انا في الحقيقه ببقى ماشيه اقول للناس الحاجات اللي اصلها مصري قديم والكلمات اللي اصلها مصري قديم. في فرنسا لما بروح فرنسا بقعد اكلم الناس الفرنسيين عن الحاجات اللي سرقوها وحطوها في اللوفر. فانا شخص بجد وطني جدا، يعني انا بعمل كميه دعايه لمصر وانا ماشيه كتير. فالسؤال بتاع طالما انت بتحبي مصر سبتيها ليه، سؤال ضيق الافق قوي. احنا بنحب حاجات كتير في الحياه، بس ده مش معناه ان هي تفضل معانا طول الوقت، مش تفضل ان احنا هنبقى فيها طول الوقت. التغيير جزء مهم، ودوام الحال من المحال. فعادي، حب اصلك وحب انت جاي منين، وسافر وروح وتعالى، اتس اوكي. حاسه ان احنا في مجتمعنا برضو بنحاول نعقد الدنيا قوي،
وعندنا رغبه في ان احنا نحسس اللي حوالينا بالذنب، وان احنا نقلل منهم، اللي هو ايه ده انت مش عايشه في مصر يبقى انت بتحبيش مصر، او انت مستعريه من اصلك. دايما عايزين نحسس اللي حوالينا بالذنب او نقلل منهم. وانا مش فاهمه ليه. ما صباح الفل يا جماعه، ما يعني الدنيا ابسط من كده بكتير، واهدى من كده بكتير، واحلى من كده بكتير. بس فعيشوا حياتكم بالطريقه اللي انتوا عايزينها، طالما ما بتقصوش اللي حواليكم، ما بتقصوش اصلكم، وتعاملوا مع المشاعر بتاعه الترك او الفقد، لان المشاعر دي برضو احنا محتاجين نسمعها ومحتاجين نتعامل معاها، حتى لو احنا مبسوطين ان احنا رايحين مكان تاني. فان انا اسيب المكان الاولاني، او ان انا امشي، او ان انا اودع ناس، دي مش حاجه سهله. فعادي ان احنا نتعامل مع المشاعر دي، مش محتاجين ان احنا نهرب منها يعني، لان هي تجري ورانا. لان انا فضلت اجري من مشاعر قد ايه مصر وحشاني دي سنه. في سنه انا ما نزلتش فيها مصر لان انا كانت وحشاني قوي، وانا كنت عايزه ارجع بس انا مش عارفه ارجع، وحاسه ان انا متعلقه في النص، وعايزه اجرب الحياه الجديده، وفي نفس الوقت الحياه القديمه وحشاني. وكنت بتعصب قوي لما حد يجي يقول لي انت مش عايزه تيجي مصر، من كتر ما انا كنت عايزه اجي مصر. لحد ما قعدت بقى وتعاملت مع المشاعر دي. فلازم نسمع المشاعر دي، لان هي اي مشاعر انت بتحس بيها وبتركنها هتجري وراك. هكمل بقى اليوم في سيفيل. انا دلوقتي في البلازا، اعتقد هقعد كده شويه اتامل حواليا. هرجع بقى الاوتيل اريح، وبكره بقى نطلع على المطار. فاكرين يا جماعه لما قلت لكم من شويه ان خلاص بلازا دي اسبانيا ده هيبقى اخر مكان وبعد كده هرجع الاوتيل؟ ده ما حصلش. حسيت اليوم لسه فيه بركه. الساعه دلوقتي 8:30. مشيت بقى من بلازا دي اسبانيا لحد هنا نص ساعه. قلت اروح اشوف مكان تاني. المكان ده اسمه سيتاس دي سيفيا، وفي ناس واقفين فوق. انا مش عارفه اطلع فوق ولا لا، لان انا حاسه ان انا اوريدي شفت سيفيا من فوق. بس نروح نكتشف بقى. اصلا انا مشيت كتير الصراحه عشان اجي المكان ده، ومش عارفه هل ممكن يبقى عندي وقت اكتر من كده اشوف حاجات تانية ولا لا. بصراحه تعبت برضو يعني وعايزه انام. بس تعالوا كده نطلع نشوف هل هينفع ولا لا. طيب انا قررت ان انا مش هطلع، لان انا بجد حقيقي مش قادره. وبعدين اكتشفت ان الاوتيل 11 دقيقه ماشيه بس من هنا. انا ماشيه بقالي كتير قوي يا جماعه، انا تقريبا داخله على 20,000 خطوه النهارده. فحاسه ان انا هقعد كده شويه هنا، وبعدين بقى ممكن اروح اتعشى واطلع انام عشان الطياره بكره. وخلاص اخر كلام، ده اخر مكان هروح. خلاص اخر كلام. واشوفكم بقى او تشوفوني الفيديو اللي جاي. Such a